شفتي هذاك اللي كتشوفوه كل صباح في المرايه؟ هذاك اللي كيوعدك كل ليله بلي غدا غيكون احسن، وغدا غيبدا الرياضه، وغدا غيخدم على المشروع ديالو. ولكن ملي كيفيق الصباح اول حاجه كيديرها هي كيبرك على الزر الصونز في المكانه وكيجلس يدوز السوشيال ميديا بالسوايع. هذاك ماشي انت، هذيك هي النسخه الضعيفه منك. هذاك هو العدو الحقيقي اللي عايش وسط منك، اللي كياكل لك من عمرك ومن فلوسك ومن مستقبلك بلا ما تحس. واليوم جيت باش نعاونك تقتلو، حيت الا ما قتلتيش اليوم هو غيقتلك وغيطفي الاحلام ديالك وانت باقي عايش. تفرج هذا الفيديو حتى الاخر، حيت حياتك من بعد هاد 10 دقائق ما غتبقاش هي. المحور الاول، كيفاش كتخلق النسخه الضعيفه منك. النسخه الضعيفه منك ما تزادتش معاك، انت اللي صوبتيها بيدك طوبه بطوبه. كيفاش؟ اولا ادمان على السوشيال ميديا. الدماغ ديالك تولد باش يتقاتل على المعلومه وعلى لقمه العيش، ولكن اليوم كتعطيه الدوبامين ساهل. كتجلس 4 سوايع كتدوز فيديوهات ديال 15 ثانيه، دماغك كيدوخ، كيولي عاجز، مبقاش قادر يدير مجهود باش يفرح. وليتي مدمن على التفاهات ديال الناس اخرين وناسي حياتك انت. ثانيا تسويف وتاجيل المهام، حتى الغدا، حتى الاثنين الجاي، حتى راس الشهر. هاد الكلمات هما السم الخايب. كل مره كتقول من بعد كتعطي للنسخه الضعيفه حقنه ديال قوه، وكتقول لدماغك انا خواب وما قادرش نواجه هاد المهمه دابا. ثالثا حب الراحه والهروب من التحديات. النسخه الضعيفه كتموت على السرير الدافي، كتموت على الماكله السريعه، وكتهرب من اي حاجه فيها العرق او التفكير العام. نهار اللي كتخسر فيه السهل على الصعيب، عارف راسك راك كتغدي الوحش اللي غيدمرك. رابعا غياب الانضباط، كتخدم غير ملي كيرشق ليك. هذا هو قمه الضعف. الناجح ما كيتسناش المزاج ديالك، كيتقاد. الانضباط هو دير داكشي اللي خصو يدار وخا تكون كاره ديرو. المحور الثاني، الثمن الحقيقي للضعف، الحقيقه المره. واش عمرك جلستي وفكرتي شنو هو الثمن اللي كتخلصو حيت انت ضعيف؟ الضعف راه ماشي فابور، ضيع الفرص. شحال من فرصه دازت قدام عينك وضاعت حيت قلتي انا ما وجدتش. وشحال من مشروع كان غيخرج عائلتك من الازمه وضيعتي حيت العجز غلبك. ضعف الثقه بالنفس، ملي كتشوف راسك في المرايه وما كتلقاش ديك الراجل اللي كلمته واحده، ثقتك براسك كتمشي للزيرو، كتولي تحس براسك صغير قدام الناس. الاحساس بالندم، هذا هو اصعب عذاب. تمشي تنام بالليل وانت عارف باللي ضيعتي نهار كامل في والو. العيش اقل من الامكانيات الحقيقيه. الله سبحانه وتعالى عطاك عقل وقوه وطاقه تقدر تقلب بها الموازين. الثمن الحقيقي للضعف هو انك كتموت وانت الا عشتي 10% من داك الشيء اللي كنت قادر تعيشه. واش هذه هي الحياه اللي بغيتي؟ واش هكا بغيتي تسالي قصتك؟ بركه حد هنا وكيسالي هذا الفيلم الحزين. دابا غتبدا المعركه، وهادو هما الاسلحه ديالك باش تدمر النسخه الضعيفه وتدفنها للابد. اولا الانضباط اليومي، المزاج ديالك لوحو في الزبل. غتفيق مع الوقت، غتخدم واخا تكون عيان، وغتقرا واخا تكون باغي تنعس. الانضباط هو السلاح اللي كيخلي النسخه الضعيفه كتكتب. ثانيا الرياضه وبناء الجسم، ملي كتهز الثقل او كتجري حتى كتقطع لك النفس، راك ما بانيش غير العضلات، راك كتبني العقليه ديال المحارب. نهار اللي كتغلب فيه على العجز ديالك وتمشي للاصل، راك ربحتي اول معركه ضد الضعف. ثالثا التركيز على الهدف واحد، وان جول. التشتت هو الصديق الروحاني للضعف. اختار حاجه واحده، هدف واحد هاد الشهر، تعلم مهاره او تجمع الفلوس او قد فورمتك. ركز عليه بحال الليزر حتى توجه ليه الضربه القاضيه. رابعا تحمل المسؤوليه، ما تبقاش تبكي وتقول الدوله، العائله، الزهر، الوقت. انت هو المسؤول على حياتك. حيد ثوب الضحيه والبس ثوب الباطل. خامسا احترم الكلمه اللي كتعطيها لنفسك. الا قلتي غندير هادي يعني غنديرها.
كرامتك هي الكلمه ديالك. ملي كتولي تحترم كلمتك النسخه الضعيفه كتخاف منك وكترجع للور. المحور الرابع، تحدي عملي لمده 7 ايام. انا ما جيتش هنا غير باش نهضر، جيت باش نتحداك وباش نبينوا لهذيك النسخه الضعيفه شكون هو المولى. غتبدا معايا مغدا التحدي ديال 7 ايام قاتل، 7 ايام بدون اعذار، الرياضه يوميه على الاقل 30 دقيقه في النهار، حرك الدم، عرق وعذب ديك العجز، ساعه تعلم او عمل عميق، ساعه كامله تليفونك مطفي كتقرا كتاب، كتعلم مهاره، برمجه، ديزاين، المبيعات، او كتخدم على مشروع. تقليل السوشيال ميديا، ما تفوتش اكثر من 30 دقيقه في النهار كامل، بلوك لكاع الحسابات التافهه اللي كتضيع وقتك، استيقظ مبكرا، فيق مع 9 او 10 ديال الصباح، ربح النهار من اول ديالو والناس باقا ناعسه. كتابه الاهداف يوميا، كل صباح غتاخذ ورقه وستيلو وتكتب شنو غدير في هذا النهار، وبالليل غتشطب على كاع داكشي اللي درتي. ولا قدرتي تصبر 7 ايام غتشوف باللي هذاك الوحش الضعف اللي كان مسيطر عليك بدا كيموت، وبدات كتولد بلاصتو نسخه جديده، نسخه قويه صلبه وما كيرحموش. الوقت كيدوز وانت كتقرا هاد الهضره. كاينين الناس في سنك في ظروف كفاس منك وتقاتلوا وداروا لافير وحققوا احلامهم. الفرق بينك وبينهم ماشي الزهر، الفرق هو قتلوا النسخه الضعيفه وانت باقي مسيرها. القرار دابا بين يديك، واش غتسد هاد الفيديو وتمشي تكمل سكرول وتنسى كاع هادشي وتختار تبقى ضعيف، ولا غتهبط دابا للتعليقات وتكتب انا قابل التحدي وتبدا من هاد الدقيقه قتل الخوف اللي فيك وعيش راجل اللي تستاهل تكونوا. نشوفكم فيديو جاي. كان معكم اسامه امبروف.